5 نقاط مهمه لازم تخلي بالك منهم كويس جدا وانت بتشتري اي منتج اوميجا 3 علشان يكون فعال وخالي من المعادن الثقيله ويديك النتيجه اللي انت محتاجها. الفيديو ده يا جماعه مهم جدا وخصوصا لو في امراه حامل، لان الاوميجا 3 مهمه وخصوصا في الثلث الاخير من الحمل. مهم كمان انك تلاقي مكتوب على العبوه ان هي خاليه من المعادن الثقيله وخصوصا الزئبق. فيديو مهم جدا ما اطولش عليكم، يلا بينا نبدا. في البدايه خلاص خلينا نعرف ان احماض الاوميجا 3 ثلاث احماض اساسيه: اي بي اي، دي اتش اي، اي ال اي. الاي بي اي والدي اتش اي دول بياتوا من مصدر حيواني والجسم بيمتصهم بشكل احسن، اما الاي ال اي بياتي من مصدر نباتي وجسمك علشان يمتصه بحول الاي بي اي ودي اتش اي، وليه ظروف تحويل بتختلف من شخص لاخر. علشان كده رقم 1 بركز على نوع الحمض اي بي اي ودي اتش اي يكونوا موجودين عندي، ما يكونش اي ال اي. خلي بالك من نقطه مهمه، النباتيين بيعتمدوا على الاي ال اي، والاشخاص اللي عندهم حساسيه من منتجات الاسماك بيعتمدوا ايضا على اي ال اي. في تفصيله بقى صغيره في النقطه دي هتعرفها بعدين. عرفنا كده رقم 1 نوع الحمض اي بي اي ودي اتش اي. تاني حاجه بعتمد عليها هو مصدر الحمض. المصدر الحيواني الجسم بيتعرف عليه بشكل اسرع ويمتصه احسن، اما المصدر النباتي بيكون امتصاصه قليل، فالمصدر الحيواني بيكون افضل من ناحيه الامتصاص وهو اللي بياتي منه الاي بي اي والدي اتش اي. رقم 3 بقى شوف تركيزات الاي بي اي والدي اتش اي مقارنه بالمجموع الكلي من زيت السمك اللي موجود في الكبسوله نفسها. يعني ايه الكلام ده؟ هقول لك يا سيدي، بيكون عندك مكتوب على العبوه توتال الفيش اويل اللي هو المجموع الكلي لزيت السمك. بيبدا بعد كده يديك التفاصيل زيت السمك الكلي ده فيه قد ايه من الاي بي اي والدي اتش اي. فلما يكون عندي مثلا توتال الاي بي اي والدي اتش اي 300 والمجموع الكلي لزيت السمك 1000، كده في خلل، في عدم تنقيه بشكل كويس. لسه في 700 تانيين فيهم معادن تقيله واحماض اخرى مش متنقين كويس. اما لو المجموع الكلي مثلا 500 وعندي بي ودي اتش اي 300 فده نسبه كويسه جدا والنقاء بتاعها كويس وعالي. رقم 4 انا بعتمد على نقاء مكمل، ودي انا بكتشفها من نسب الاي بي والدي اتش اي مقارنه بالمجموع الكلي من زيت السمك اللي موجود في الكبسوله. وكمان بعض الشركات بتكون كاتبه على العبوه انها خاليه من المعادن الثقيله. المعادن الثقيله زي الزئبق والرصاص والكادميوم والزرنيخ، او بتلاقي على المنتج علامه جي او اي دي جلوبال اورجانيزيشن فور اي بي اي ودي اتش اي. فطبعا انه منتج كويس وبيخضع لنظام الجي او اي دي. وايضا ممكن تلاقي الشركه اللي عامله المنتج كاتبه عليه اي اف او اس انترناشونال فيش اويل ستاندرد اورجانيزيشن. كده معناها ان منتج كويس نقاؤه عالي خاضع لمعايير عالميه. رقم 5 انا بعتمد كمان على الشكل الكيميائي اللي بيكون مرتبط بحمض الاي بي اي ودي اتش اي. خلي بالك ان احماض الاوميجا 3 مش بتكون كده لوحدها منفرده، بتكون متحمله على حامل دهني علشان جسمك يقدر يمتصها ويتعرف عليها بسهوله. السمك الدهني بطبيعته بيحتوي على تريجليسرايد، 3 جزيء جليسرول متحمل عليهم اي بي اي ودي اتش اي. دي الصوره الطبيعيه واللي الجسم متعود عليها، امتصاصها حوالي من 70 ل 80%. تعتمد كمان في امتصاصها على انزيم اللايبيز والاملاح المراريه. علشان كده مهم ان الاشخاص اللي عندهم مشاكل في المراره عندهم نقص في احماض الاوميجا 3. الصوره الثانيه بقى اللي انا هقول عليها هتكون مناسبه معاهم اكتر. الصوره الثانيه اللي متحمل عليها احماض الاوميجا 3 هي المونو جليسرايد، جزيء جليسرول واحد متحمل عليه الاي بي اي والدي اتش اي. ده امتصاصه سريع مش بيعتمد على انزيم اللايبيز او الاملاح المراريه، علشان كده بيكون مناسب اكتر للاشخاص اللي عندهم مشاكل في المراره. في اشكال اخرى زي الايثايل استر وده بيكون قليل في الامتصاص. بكده احنا عرفنا معظم الحاجات اللي المفروض اشوفها على منتج الاوميجا 3 وانا بشتريه. حمض الاي ال اي علشان يكون امتصاصه اعلى لازم يتحمل على مونوجليسرايد، ودي الصوره اللي هتكون مناسبه اكتر للنباتيين علشان الامتصاص. بكده احنا عرفنا معظم الحاجات اللي المفروض اعتمد عليها وانا بشتري نوع اوميجا 3 عشان يكون فعال وكويس. نوع الحمض ايه، تركيزه، مصدره، نقائه، وشكله الكيميائي. كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، ولو في اي اسئله سيبوها في التعليقات وان شاء الله هرد عليكم واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. وما توفيق الا بالله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.